نتمنى تكونوا بخير. اموركم كلها بخير. رجعنا بفيديو جديد، وكيف ديما مع القصص اللي غابرين كنتمنى نلقى منكم التفاعل بحال الفيديو اللي فات. هاد القصه نديرو فيها جوج قصص، حيت ملي بديت كنخدمها تفكرت واحد القصه كنت قريتها في الادب الفرنسي وعندها نفس المعنى، وكنتمنى تاخذوا منها العبره حتى هي. القصه ديال اليوم كتهضر على واحد جوج ديال الناس. واحد الولد صغير كان سميتو باتريك، وواحد البنت سميتها صوفي. كانوا كابرين في واحد الباديه اللي صغيره. باتريك كان كيرسم وكلشي توقع عليه واحد المستقبل اللي زوين، بقى مكمل في المسيره ديالو بالموازاه مع القرايه. صوفي حتى هي كانت كتقرا مزيان، كانت بيناتهم واحد العلاقه ديال الحب، وكانوا كيواعدوا بعضياتهم بالزواج من الصغر. باتريك ملي كبر بقى مكمل في الموهبه ديالو، وبين للناس انه غيكون شي رسام اللي كبير، وكلشي بدا كينصحو يمشي لشي مدينه اللي كبيره يبين فيها الموهبه ديالو. فين بان ليه البلان؟ بان ليه في باريس عاصمه الفنون. كلشي قال لي سير لتما، راه غادي تصدق ليك لافير، وغادي دير ثروه بالرسم ديالك بحكم انه كان رسام لي ماهر. داكشي اللي كان. بدا كيتراسي في المستقبل ديالو وبقى خدام على راسو، بدا كيبيع اللوحات ديالو وبقى غادي مزيان. صوفي حتى هي ولات واحد الكاتبه اللي في البدايات ديالها، ولكن عندها واحد النيفو اللي زوين وعندها كتب اللي كانت زوينه. تزوجوا في باريس، مشاو لواحد الحي راقي كراو فيه تما، بداو كيكونوا المستقبل ديالهم، بدات الفلوس كتدخل وبداو كيديروا مشاريع وبزاف ديال الحوايج بداو كيديروها. حتى لواحد النهار صوفي كانت مصاحبه مع واحد السيده لاباس عليها وكدير المجوهرات الفاخره، كتلبس الحوايج الزوينين. كانت صوفي معروضه لواحد العرس بلا خبار. باتريك مشات عندها، قالت لها بغيت نتسلف، ما عندك شي حاجه باش نحضر للعرس؟ قالت لها شنو بغيتي؟ كانت كتشوف عنده واحد العقد كديرو في عنقها. قالت لها هذاك اللي بغيت. هاد السيده هادي اش كتوصي فيها؟ عندك توضريه، عندك يديوه ليك، عندك يطيح ليك، بحال اللي وسوساتها، لدرجه ان صوفي بقات حاضيه مع داك العقد اكثر من حاضيه مع داك العرس. حضرات به عند بالها بلي باقي داك العقد في العنق ديالها. ملي وصلت للدار كتبغي تردو لبلاصتو ما كتلقاهاش. هنا جاتها الصدمه، بدات كتبكي. جا راجلها كيسولها مالك؟ قالت ليه العقد اللي عطاتني ديك السيده راه ودرتو وساوي ثروه كبيره. حتى هو تصدم، جاتو مفاجاه. قال لها دابا شنو غادي نديرو؟ قالت ليه ما عرفتش. قال لها ما علينا الا زعما نشريو ليها واحد. فاش مشاو سولوا عليه كيلقاو واحد الثمن اللي خيالي وما يقدروش زعما الفلوس ديالو ما عندهمش. شنو غنديرو؟ ما غنديرو. بداو كيبيعوا في الاتات ديالهم، بداو كيبيعوا ماشي حوايج لا عندهم، تسلفوا من عند الناس، خداو واحد القرض من البنكه بفائده اللي كبيره، شراو داك العقد رداتو لديك السيده. الديون كثروا عليهم بزاف لدرجه ما بقاوش لاقين حتى باش ياكلوا. طلقوا ديك الدار اللي كانوا ساكنين فيها ومشاو لواحد البلاصه بحال البرارك. ولات عندهم واحد المعيشه اللي خايبه بزاف. باتريك تخلى على الحلم ديالو، خدم في المرسى. صوفي كانت بغات تكون كاتبه، ولات خدامه في الديور. الدنيا تقلبات عليهم في اللحظه. دازت 25 عام وما في ديك الحاله، عايشين عيشه ديال الفقر ديال بصح بسبب واحد العقد اللي غنجيكم القصه ديالو من بعد. بقات الحياه غادا بحال هكا. هو خدام في المرسى، هي خدامه في الديور، ما قدروش يرجعوا للنيفو اللي كانوا فيه. واحد النهار صوفي كانت كتقدا في المارشي، حتى كتجي واحد السيده كتشدها من كتفها. سلام السلام. قالت لها واش انت هي صوفي؟ قالت لها واش كنعرفك؟ قالت لها انا فلانه. عرفاتها؟ قالت لها كيفاش حتى غبرتي وصلتي لهاد الحاله هادي؟ ان من داك المنظر اللي كان عندك وداك الزين اللي كان فيك دبلتي وحالتك تكرفصات بحال اللي استهزأت بها. قالت لها عقلتي على داك العقد اللي كنتي سلفتيني؟ قالت لها قالت لها اشنو وقع واشنو وقع؟ راه توضر ليا، واشنو درنا باش شرينا عليك باش وصلنا لهاد الحاله هادي؟ عرفتو الجواب اللي غادي تجاوبها؟ انا وتصدمت. عادي هي في ديك اللحظه كي غتولي. قالت لها بلي داك العقد راه غير مزور، ما ساويش حتى 5 فرونك. علاش دارت لي هاد الحاله؟ الله اعلم. واش السيده كانت بغات تبان قدامها بانها لاباس عليها؟ ما عرفتش خلاتها وصلت لهاد الحاله هادي. القصه ديال القصه الرئيسيه ديال اليوم حتى هي كتشبه هاد القصه هادي، ولكن من واحد المنظور مختلف. وقعت لواحد السيد سميتو لوك. هاد لوك تا هو كان في واحد الحي راقي، كان عنده وليدات، مزوج، كان عايش بخير. كان عنده مشكل ديال العداوه مع واحد 3 ديال الخوت، كانوا كيتبستلوا عليه، كيهجموا ليه على دارو. المهم ديما كان بيناتهم نقاش. واحد النهار دخلوا عليه هاد الثلاثه هادو بغرض السرقه، كانوا بغاو يسرقوا ليه الدار. ما تمالكش نفسه،
خاف، ما كتبان لي غير واحد المكحله عنده تيرا فيهم ثلاثه. جاو البوليس بداو يسمعوا الاقوال ديالو، قال لهم بلي هاد الناس دخلوا عليا وانا دافعت على راسي. كانت الامور غاديه بحال هكا، انه حسيد في حاله دفاع شرعي. حتى جات مو جابت مع امهم هما، وجابت معاه الشهود بلي هاد السيد كانت عنده عداوه معاهم. تقلبات القضيه ضده، وبقى واخا هكاك بقى في اطلاق سراح. السيد خاف على راسو، ولاو تيقولوا لي الناس الا تبتات عليك بصح راك قتلتيهم دافع على الانتقام، والصدر جبتيهم للدار ديالك باش تقتلهم ودرتي لهم هاد القالب هذا، راه غتحكم بالاعدام. السيد خاف، شنو غندير ما شنو غندير؟ قالوا لي خصك تخبر. ولكن فين غيدير؟ واش غادي يسافر برا البلاد؟ ما عندوش الحق، غيتخبى في شي بلاصه دغيا غادي يجبدوه. تفكر واحد لاكاف عنده في الدار فيه مترو على جوج، صغير بزاف، حتى واحد ما غادي يشك فيه تما. تخبى فيه وصى مراتو باش ما تقول والو لولادو ولا العائله ديالو. تخبى تما الايامات الاولى، بقات مراتو مهليه فيه كتوكلو، وكلشي البوليس كيقلبوا عليه ما كيلقاوش. تقطعت الاخبار ديالو بمره، مراتو كيسولها شي حد كتقول ليه راه غبر، ولادو كذلك ما عارفينوش فين مشى. مراتو موراها بشي شهور كتموت، وحتى واحد ما جايب ليه الخبار. هو ما حضرش الجنازه ديال المرا ديالو، عند بالو باللي البوليس كيقلبوا عليه. ولادو تحولوا من ديك الدار، وديك الدار سكنوا فيها بزاف ديال الناس من موراه، ثلاثه ديال العائلات اللي سكنوا. تقولوا لي كيفاش كان كياكل، كيفاش كان كيشرب؟ كيحل داك الباب بالليل حيت ما كانش باين في البلان ديال الدار، كيخرج ياكل ويشرب ويرجع للبلاصه ديالو عاوتاني، حتى واحد ما شك فيه. هاد لوك 37 عام هو مخبي تما، 37 عام هو في هاد الحاله هادي بحال الطوب. ما علينا. السيد مرض بالضيقه ولا كيكحب. الناس كتسمع داك الصوت ديال الكحبه كتقول واقيلا راه جاي من الزنقه او شي واحد كذا او كذا. حتى لواحد النهار واحد السيد بدا كيسمع، النهار الاول النهار الثاني بدا كيشك، كيسحب واش شي شفار داخل ليه الدار. كيعيط للبوليس، جاو قال لهم بلي شي واحد كيكحب عندي في الدار 3 ايام ولا 4 ايام وانا كنسمعو، عندك يكون شي واحد مخبي ليا في الدار وناوي ليا على الغدر. ناضوا البوليس قلبوا الدار ما لقاو حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي واحد. قلبوا في داك المخططات ديال الدار، جابوهم من البلديه، كيلقاو بلي الدار فيها واحد لاكاف في مترو على جوج صغير ما باينش. حلوا داك الباب كيهبطوا عليه، كيلقاو حالته حاله الشعر واللحيه. سولوا داك البوليسي، قال لي السميات ديالك؟ قال لي لوك. قال لي كيفاش القضيه ديالك؟ شحال وانت هنا؟ قال لي 37 عام. داك البوليسي تصدم، قال لي 37 عام؟ عاود لي القصه ديالو. قال لي انا بلي كنت مع واحد الناس، شنو وقع. طاباو السميه ديالو، شنو كيلقاو بلي داك السيد من البوليس ورك على الام ديال دوك خياتي. القاضي اقتنع باللي كانوا هاجمين عليه وباللي دخلوا عليه بدافع السرقه. حكم ديك الساعه حكم عليه بالبراءه. 37 عام هو مخبي وهو بريء، ما داير حتى شي حاجه، ما حضر الجنازه ديال مراتو، ما شاف ولادو، ما عاش حياته كيف الناس. ما كنتخيلش ردة الفعل ديالو في ديك اللحظه شنو كان غادي يوقع عليه. صراحه خايبه بزاف. هذه هي القصه ديال اليوم. العبره منا ما عرفت صراحه، العبره اللي غادي تستافدوا ان شي حوايج تافهه ما كنقدروش نواجهوها، واش يكون فيها واحد الضرر اللي كيمتد لسنين بزاف. القصه الاولى ديال باتريك وصوفي 25 عام ديال الفقر وديال العذاب، والقصه ديال هاد لوك 37 عام هو مخبي على والو. انه كون واجه داك المشكل من الاول ما كانش يوقع هذا الشيء كامل. كنتمنى تكون عجباتكم القصه، ومازال جايه قصص ان شاء الله. دعموني غير بلي لايك ولي كومونتير بحال ديما. شكرا بزاف على التفاعل ديالكم. تهلاو.